مساء الخير يا حلوين. هذه حلقة خاصة لكل شخص بشرته دهنية واللي يعانون من حب الشباب والرؤوس السوداء لبشرتهم. راح أعلمكم على غسول البشرة الدهنية، غسول كلش حلو تقدرون تسووه بالبيت. ومثل ما تعرفون يا حبايبي، أكثر مشاكل البشرة الدهنية الحبوب والرؤوس السوداء. وبدل ما تشترون غسول بشرة سعره كلش غالي، راح أعلمكم على غسول كلش حلو نتائج مالته كلش مذهلة. هو غسول الألوفيرا أو الصبار والشاي الأخضر. ومن فوائد الشاي الأخضر إنه هو يسد كل المسامات المفتوحة بالبشرة. حتى نحضر الخلية نحتاج معلقتين من الشاي الأخضر ومي حار. نخبط المعلقتين من الشاي الأخضر بالمي حار ونتركها لمدة دقيقتين. ليش؟ أول شيء حتى المي يسوي، ثاني شيء حتى الفوائد مال الشاي الأخضر تندمج ويا المي. بعد ما صفينا هسه نحتاج إلى جرعة الألوفيرا أو الصبار. هسه نجيب علبة على شكل بخاخ نخلط بيها جر الصبار ويا الشاي الأخضر. بس إذا ما عندكم جل الصبار طبيعي اشتروا من أي مكان جل الصبار جاهز، بس أهم شيء يكون نقي 100. من فوائد جل الصبار مضاد للبكتيريا والالتهابات، مفيد كلش للبشرة. بهالحالة راح نقضي على حب الشباب وبنفس الوقت راح يجدد خلايا البشرة وبنفس الوقت راح يسد المسامات الواسعة. وأهم نقطة راح يقلل إفراز الزيوت اللي بالبشرة. بعد ما عبينا غسول بالبشرة نستخدمه على شكل بخ مرتين باليوم، الصبح وبالليل. واهم شغله تتاكدون انه ماسحين شكو مكياج على البشره، ولا تبقون قطره مكياج على البشره قبل لا تستخدمون هذا الغسول. وهذا الغسول نستخدمه على البشره رطبه، يعني نرطب البشره ونستخدم هذا الغسول. وراها راح تحسون بانتعاش كلش حلو للبشره، راح تخلصون من حب الشباب والرؤوس السوداء اللي بالبشره من كثره افرازات الدهون اللي بالبشره. وراح يخلصنا من المسامات الواسعه اللي بالبشره. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون لايك ومتابعه. اشوفكم في موضوع ثاني، في امان الله.